أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم عماد العطار. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأسعار ووصلت لغاية فين. لأن حضرتك عرفت الخير اللي ربنا بعته لكم فين وخليتني هعيط. اليومين اللي فاتوا اتأثرنا شوية بالكهرباء. انا دلوقتي عرفت ان قلبك على العمليه. عايزك تركز كويس عشان ده علم، مش اي هطل وخلاص. ماشي يا ابو دماغ متكلفه، انا حافظ وراك. ربنا يبارك لك يا نافع. انا عملت بنصيحتك وما حفرتش زي ما انت قلت لي عشان ما تصديش اللعنه. أعزائي المشاهدين، بالنسبة للأسعار المواطن بيكلم نفسه ليل مع نهار. في ناس وصلت إنها ما بتنامش. ليه؟ لأن النهاردة المرتب بيحطه قدامه في أول الشهر، بيقول أنا هجيب فراخ، هجيب لحمة، هجيب بدأ يستقصى الفراخ واللحمة والقصة دي كلها، مش لاقي حاجة أصلا يستقصاها. اسعار السكر ب50 جنيه والرز ب32 وعلبة علبة السمنة الجنة ربعها ب75 جنيه. اقسم لك بالله ما يجي غير ربع كيلو. ينفع؟ بالنسبة للفاكهة دي ماتت، بالنسبة للحلويات ماتت. فاكهة حلويات دي مش اساسيات بيوت، دي كده فضلة جيب. فانا ما معيش ان انا اجيب برتقان واستفان، ده انا بدور على اساسيات. عندي 3 عيال، مراتي، انا، الحاجة. عايز كيلو لحمه، عايز 2 كيلو لحمه، عايز كيلو ونص لحمه في الاسبوع. بكام الكيلو ونص لحمه؟ بالنسبه للرز، بالنسبه للزيت، بالنسبه للمكرونه، بالنسبه للحوم، بالنسبه لاي شيء غالي، لدرجه ان في ناس كانت بتربي زمان البط والوز والفراخ والقصه دي كلها ما بقوش اصلا قادرين يربوها. اولا البطه عمر يوم شوف بكام، الفرخة عمر يوم شوف بكام، هتاكل علف بكام، كيلو الفراخ النهاردة وصل لكام، النهاردة المرتب كام. النهاردة الواحد بيقعد يفضل يكلم نفسه، البنت راحت الكلية، لا ده انا عندي بنتين، ده انا عندي ولد كمان. طيب النهاردة مصروفهم كام؟ طب انا مواصلاتي كام عشان اروح شغل؟ طب المدام النهارده مش شغاله. طيب انا النهارده يا جماعه بنتي هتخش، الله ده بنتي هتتجوز، طب اجهزها ازاي؟ التلاجه ب40,000، الغساله مش عارف بكام. طبعا دماغ الواحد ربنا يعلم بيه اي موظف النهارده، فما بالك الارزقي اللي بيطلع يوم بيوم، اللي بيطلع يشتغل في البصل، اللي بيطلع يزرع مثلا مع ناس، اللي بيطلع يجمع، اللي بيطلع ده ارزقي شغال يوم بيوم، فما بالك يعمل ايه؟ النهارده انا بسأل سؤال، دور السادة النواب بجد يعني انتوا شايفين العملية وصلت لمنتهاها. انا والله النهارده طالع بقول ايه الحل بجد ليا ولغيري؟ انه يا جماعه الناس تعبانه، يا جماعه احنا محتاجين نحرك العجله. انا هقول لك، عارف ليه؟ عشان انا ارتحت لك يا سيدي. والله هخلع كتف اديهولك وانت ماشي لو بتعشق وكده. كنت بثبت لسعادتك ان البلح طرح. خلاص يا حبيبي، عرفنا ان البلح طرح. يا سلام، الحمد لله رب العالمين. عشان اوصل للي وصلت له النهارده كان لازم ابني محطات. يعني انا بتكلم كمان عن نفسي ليا ولغيري. النهارده انا مرتبي كذا، قاعد انا راخر بحسب، بضرب اخماس في اسداس. ايه اللي بيحصل ده بجد؟ بكام؟ 500 جنيه. هل انا شغال ب 500 جنيه؟ القبض البني ادم بيقبض قبض ده بيقبض 6000 جنيه، هل هم 6000 جنيه يعني 200 جنيه في اليوم هم مكفيين البني ادم؟ عنده اسره وايجار شقه وبيت وكهرباء ونور وعايه واعلام. بالنسبه للحمه، بالنسبه السمك انا عن نفسي ما توتش السمك ليه اكتر من 3 سنين بسبب غلوه. انا معلش مع احترامي لك، انا عندي 5 عيال، عشان اجيب النهارده اقل واجب 2 كيلو سمك. 2 كيلو سمك بكام؟ سمك ب 90 جنيه غير الشوي وبتاع، هتاخده ب 100 و110 مشوي. اجيب لي ب 250 جنيه سمك، العدس ب 70 جنيه.
الفول المدشوش ب 45 و50 جنيه. انا بايعينه ب 90 جمله، انا بايعاه ب 90 دلوقتي. علبة السمنة بكذا، الزيت ازازة الزيت توصل 100 جنيه و5 ولا 110. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ليه كده؟ ليه كده بجد؟ سيبك من اللحمة بقى، مش هناكل لحمة خلاص احنا. لكن ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه الرخيص؟ ايه الرخيص بجد؟ الرخيص دلوقتي اللي انا اعرفه البني ادم، خلاص هو اللي رخص. لكن كل حاجه عماله تغلى الاضعاف الاضعاف. ايه اللي بيحصل ده بجد؟ الشهر ده باذن الله ان شاء الله نتكلم في خلال الاسبوعين اللي جايين، هيكون في بدايه نزول الاسعار المحدده من مجلس وزراء دولة رئيس الوزراء. هيبداوا معرض اهلا رمضان. ايه اللي بيحصل؟ انا اذكر زمان لما الرئيس السادات قال انا تراجعت عشان خاطر مش عارف تعريفه او حاجه زي كده، يعني قال مش عيب. لكن ايه اللي بيحصل ده بجد؟ ايه الغول ده؟ وفين دور الحكومه؟ طب احنا هنعمل ايه؟ احنا قلنا اختيار النواب والحكومه خلاص، احنا اخترناكم، احنا مسؤولين منكم، مفيش مشكله. النهارده برضو الاعلاميين لهم دور كبير جدا، وانا بعيب على الاسلوب اللي بيتعاملوا بيه مع الشعب. استحملوا، اربطوا بطنكم، هو انتوا هتضيعوا مصر؟ انتوا ما تاكلوش لحمه؟ ما الحاجه اللي ايه ده؟ ايه هو ده دور الاعلامي النهارده؟ دور الاعلامي ان يقول لك اصل الشعب عايش في رفاهيه، اصل الشعب بيكسب. هو النهارده يعني معلش واحد بيربي مثلا، واحد النهارده بيربي مزرعه فراخ، تمام؟ بيجيب 5000 فرخه. شوف ال 5000 فرخه النهارده بكام؟ وشوف ايجار المفرخه بكام؟ والنور بكام؟ والعمال بكام؟ والعلف بكام؟ وهوب ممكن تخش في يوم ساعه تلاقي نص الفراخ او 3/4 الفراخ مات. لكن اللي بيحسب وبيكتب تقرير بيقول ايه بقى؟ بيقول لا الراجل ده عنده 5000 فرخه، النهارده مكسبه على ال 5000 فرخه بيكسب على الفرخه 20 جنيه. يبقى النهارده 20 جنيه او 30 جنيه في 5000، لا ده بيكسب 150,000 جنيه في شهرين، وتضرب كمان في 5 ادوار، الراجل ده بيكسب 2 مليون جنيه. اكتب التقرير، حط عليه. الله، والله ما كده، والله العظيم ما كده. برضو اصحاب المخابز، في ناس كتير جدا كانت بيتم ضبطها انها بتبيع دقيق، وفي ناس كتير وما زالت بتعمل الرغيف عشان تكسب. يقول لك لا ده صاحب الفرنه 1 2 3 ما حسبش الجاز، ما حسبش الراجل اللي واقف، الناس اللي واقفه الصناعيه بتاخد كام، ما حسبش وهوب بيفضلوا كذا. ولو كان بيكسب ما كانش سرق دقيق، ما كانش خد دقيق وسرقه، تمام؟ انما النهارده بجد في حاجات كتير جدا غلط، في تقارير كتيره جدا بتترفع غلط. ليه؟ نقعد نحسب والله المصنع ده بيكسب ذهب. يا فندم المصنع بيكسب ذهب ازاي؟ طب شوف يا فندم، انزل شوف العمال بتاخد كام، ولو الانتاج وقف شهر مثلا العمال دي هتقبض منين؟ وبخسر بالملايين. وفي اصحاب مصانع كتير جدا قفلت. في اصحاب مصانع كتير قفلت، وفي اصحاب مصانع بتكسب، ما قلناش حاجه، بس مش المكسب اللي انت تقعد تقول ايه ده هو بيطلع له كذا وبيطلع له كذا وبيطلع. ما احسب بيطلع كذا وبيطلع. زي العربيه اللي هي بتشتغل في اليوم، مخالفات قد ايه، بنزين قد ايه، زيت قد ايه، السواق بياخد قد ايه، صاحب العربيه بياخد قد ايه، في النهايه بيصفي ايه، تمام؟ والله ما كان حد غلب. لكن اللي قاعد بيرفع تقرير بيقول ايه؟ بيقول لا ده العربيه التويوتا دي طلعت من اسكندريه لغايه مصر
اضرب 14 نفر مثلا في 60 70 جنيه، يا نهار ابيض، ادي 1000 جنيه و1000 جنيه كمان جاي، يبقى دي 2000 جنيه في 3 مشاوير، يا 6000 جنيه اسف 6000 جنيه في 180، يا اضرب. ما حسبش المخالفات قد ايه، ما حسبش الجاز والبنزين، الكاوتشات، الفرامل، مش عارف ايه هوب هوب هوب، بيصفي ايه؟ بيصفي له ايه في النهايه؟ وفي الاخر ناس كتير جدا 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 باعت العربيه. ما كانش حد غلب، والله ما كان حد غلب. ده في حاجات كتير جدا جدا عايزه اعاده نظر واعاده ترتيب، والله عايزه اعاده نظر واعاده ترتيب بجد. قبل ما تنزل تحط ضريبة على الشخص او تفرض عليه شيء، شوفوا بيكسب ايه ولا بيعمل ايه ولا بيخسر ايه الاول. مش معنى كده ان انا نزلت طن مثلا او 2 طن مثلا سكر علف اي حاجة، شوف ال2 طن دولك اولا مشالهم قد ايه. بتحط 3 جنيه مثلا على الشكارة مثلا علف ولا حاجة، 3 جنيه في 20 شكارة ب60 جنيه. انما انت شايف عربية نازلة 10 طن، 10 طن دول مكسبهم ايه؟ 3 في 10 بتحوالي 300 400 جنيه، هو ده المكسب. وتبيعهم في قد ايه؟ والله العظيم في حاجات كتير جدا جدا الناس والمسؤولين نفسها فهمها غلط. يعني في ناس كتير واتقبض عليهم، وانتم عارفين اتقبض عليهم في انهم قاعدين بيلغوا بس، بيتفقوا على صفقات بس، والاخر يحطوا على الناس الغلابه. ناس كتير قوي وانتوا عارفين كده كويس، من وزراء ورؤساء مجالس مدينه ورؤساء وحدات محليه ونواب محافظين، وطبعا انتوا عارفين القصه دي كلها، ومسؤولين كبار بيلغوا بس، بيتفقوا بس. واخر وقعه انتم عارفينها اللي هي وقعه مين بقى؟ اللي هي وقعه في وزاره الري. كان بيتفق على شاليه، يا نهار ابيض، في الساحل الشمالي، رشوه وملايين، وقع 12 متهم. تلاقي الراجل لغده قد كده اهو، وتلاقي نازل باشا وحرامي وسارق البلد. سبحانك يا رب، لغده قد كده اهو، وتخاف منه من الهيبه بتاعته، والعربيه طولها 10 متر، وما تستجريش انت الشريف تقرب يمتها، وحرامي ويتقبض عليه. سبحانك يا رب، 12 متهم. سبحان الله، كانوا بيسرقوا البلد. في حاجة تانية اكتر من كده؟ والله في حاجات كتير جدا مطلوب فيها اعادة النظر. برضو مطلوب الحوار المجتمعي السريع، مطلوب الحوار ده يكون مشكل من الصحفيين، من المحامين، من المهندسين، من الأطباء، من الفلاحين، من المحاسبين، من كل طوائف الشعب، من السياسيين، من الاقتصاديين. والحوار ده يكون متمتع بالحصانة، يعني كل واحد يقول اللي هو عايزه، حتى لو كان رأيه تافه. ممكن الرأي البسيط ده هو اللي انتم معتبرينه انه تافه، ده ممكن يبني أمة، يبني مجتمع. كل واحد يقول رأيه. ومجلس النواب المفروض يتم اختياره من الشعب. الشعب بجد يطلع يقول احنا عايزين الناس دي بقى بجد، دي بجد. في إعادة نظر، عايزين إعادة هيكلة للدولة. الدنيا بجد راح على فين؟ بجد؟ أنا والله العظيم طالع الواحد ما بقاش ينام. الناس بتكلم نفسها في الميادين، في القهاوي، في الكافيهات، في العربيات، في القطارات، في الوظائف، في الدنيا كلها بتكلم نفسها. الغلا، الفلوس، هنعمل ايه؟ موت. بقوا يكلموا نفسهم. لكن المبسوط النهارده
اللي بينزل بيقبض مرتب مثلا 20 30 40 50 ألف جنيه، ينزل يلاقي العربية مستنياه، يمشي على بيته يلاقي الطباخ موجود، السفراجي موجود، ما هو مش حاسس. ايه ازازة الزيت ولا ايه الكلام الفاضي ده؟ ما هي التلاجة مليانة عنده، التلاجة مليانة، مش في دماغه، مش في دماغه الفقير، مش في دماغه الغلبان، مش في دماغه اللي مش لاقي ياكل. لان حضرتك عرفت الخير اللي ربنا بعته لكم فين وخليت هعيط النهارده بجد. الواحد مش عارف والله العظيم يقول ايه ولا ايه ولا ايه. توابير توابير على كيس سكر، كيس سكر. احنا رجعنا لكام سنه ورا. ايام زمان وانا صغير كنا بنروح يعني اقف الاقي والدي او والدتي او انا اللي اروح الاقي الناس متزاحمه على الجمعيات التعاونيه على السمك، كيلو سمك او 2 كيلو سمك، ويا سلام لو الواحد بقى جاب 2 كيلو سمك كانوا بيزفوه. النهارده اللي ماشي بفرخه في الطريق ممكن يحسدوه، ممكن يحسدوه. مبروك، الف مبروك، جبت فرخه، اللهم صل على النبي. وممكن يروح ما ياكلهاش لانه اتحسد. شاري فرخه، ده معنى كده انه عنده محشي، ده معنى كده انه عنده رز، ده معنى كده انه عنده زيت. لا 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 لا، فضح نفسه بانه جاب فرخه. فرخه يعني انا مستهيالي كده، والخوف كمان لو شال كمان اجزاء كده رجول ولا حاجه ده ممكن يتحسد. لو روح بكيس الرجول النهارده هيبقى باشا، هيبقى باشا. اللي كانت الرجول بتترمي انتوا عارفين. يعني طوابير طوابير عشان كيس سكر. لا اله الا الله. اين الحكومه بجد؟ بجد فين مجلس النواب؟ فين الحل؟ فين الحل؟ الموضوع بيزيد ضغط، بيزيد ضغط يعني. والله وانا من الناس، والله انا من الناس، انا طالع اتكلم فعلا عن نفسي انا اخر. الموضوع بجد بدأ يخنق. شوفوا حل، لازم حل. ما ينفعش، ما ينفعش كده، ما ينفعش نقعد نحط ايدينا على خدنا كده، والله ما ينفع، ما ينفعش. ده كل حاجه غليت، كل حاجه غليت. نار نار، وداخلين على شهر كريم. معقوله يا ساده؟ معقوله الحكومه قاعده حاطه ايديها على خدها وكل وزير يطلع يقول لك يعني ايه المشكله؟ ما هو انا زي ما بقول النهارده العربيه كام متر والمرتب والسفراجي موجود والفيلا موجوده، مش حاسس زيت ايه وسكر ايه. ويا سلام بقى لو مثلا واحد مسؤول ولا حاجه وقف وراح مدي لواحد ازازه زيت كانه حل مشكله مصر. يعني لو واحد وقف مسؤول كده وقال للواحد كده ايه خلاص اديله ازازتين زيت بالسعر الرسمي ولا يا كانه حل مشكله مصر. يا جماعه احنا عايزين نحل المشكله. انا طالع النهارده عايزين نحل المشكله. والساده الاعلاميين، الساده الاعلاميين يلتزموا المهنيه. الساده الاعلاميين يلتزموا المهنيه، يلتزموا المهنيه. ما يستفزوش الشعب، ما يطلعوش كل شويه يقول لك ايه ما تاكلوش، ايه المشكله اما تاكل بيض، ايه حتى الكلمه اللي انت هتقولها بقت غاليه. الكلمه اللي انت اي اكل دلوقتي هتقوله بقى غالي، بقى غالي. اطلع قول نزود مرتبات عشان المرتب يبقى متماشي مع او متوائم مع المصاريف او الغاليه دي، ماشي مفيش مشكله. لما المرتب يبقى النهارده ب 20 30 الف جنيه، معلش بقى 30 الف جنيه ماشي، الدولار يغلى ما يغلاش مش مشكله عندنا. يبقى الخاص والعام لانه كله، والمعاشات هي كده، هي كده. انما النهارده ابص الاقي الدولار طالع وانا مرتبي مش عارف ما يكفيش حتى 5 دولار. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده بجد؟ كل حاجه غليت. اعزائي المشاهدين بشكركم والى اللقاء في تقرير اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.